في صباح جميل داخل الفصل الدراسي، حيث يجلس الأطفال في صفوفهم مستمعين للمعلمة وهي تشرح درس جديد عن الحيوانات. سامي، طفل مفعم بالحيوية، يرفع يده باندفاع ليقاطع المعلمة قائلا بصوت مرتفع: عندي سؤال. المعلمة تتوقف عن الحديث مؤقت، تحاول الحفاظ على هدوءها، لكن سامي يستمر في السؤال وقطع الحديث. ليلى، الطفلة الهادئة والتي تجلس بجانب سامي، تسند يدها على الطاولة وتنظر إليه بتفهم. تقول له بهدوء: سامي، ما ينفعش تقاطع المعلمة وإحنا بنتعلم حاجة جديدة، لازم نحترمها ونسمعها للآخر. الحكاية دي بتعلمنا أن نبقى محترمين في الفصل وكل مكان. سامي يشعر ببعض الإحراج. المعلمة تبتسم ليلى بامتنان، تقول: شكرا يا ليلى على كلامك اللطيف، ده مهم فعلا أن احنا نكون مبتهجين واحترامنا لبعض هو الأساس. سامي يأخذ نفس عميق ويعتذر قائلا: أنا آسف يا أبلة، مش قاطعك تاني، هتعلم ازاي أبقى محترم. الأطفال ينظرون إلى سامي وليلى، بعضهم يضحك والبعض الآخر يتابع بتركيز. يأتي صوت موسيقى خلفية للأطفال يضيف جو من المرح إلى المشهد. المعلمة تقفل الدرس بسعادة ويخرج الأطفال في الاستراحة. في نهاية المشهد يظهر شعار القناة: أتعلم وأضحك وأتسل. يبتسم الأطفال متطلعين إلى المزيد من الدروس المسلية والتعليمية. سماع أصوات ضحكات الأطفال تغذي جو الفصل المبهج والمليء بالمرح.